متخططه تخطيط جيد بنظام معين بشوارع طبعا بمساحات معينه. الارتفاعات لا تزيد عن 4 أدوار، لكن خلال الفتره اللي فاتت السنوات الاخيره حصل في فوضى في هذه المنطقه كبيره نتيجه طبعا الثوره وعدم يعني ان المواطنين طبعا حاله الانفلات اللي كانت موجوده وكل واحد بيعمل ما بدا له، بيعمل اللي في دماغه. فكان في مباني ارتفعت ل7 أدوار بالمخالفه طبعا في مشكلات خاصه بالموقف هناك طبعا، والادوار اللي ارتفع دي اثرت على الميه في هذه المنطقه. لكن خلونا نطلع بهذا التقرير المتعدد الجوانب في شكاوى المواطنين من الزميله ريهام الشيخ. نشوف هذا التقرير ونرجع تاني نستعرض ونفصل هذا التقرير في برنامج الثانية ظهرا. مدينة حدائق الأهرام من المدن الجميلة في محافظة الجيزة، ولكنها مهملة. جالنا استغاثات كتير لبرنامج الثانية ظهرا. تعالوا نشوف ونرجع تاني. حدائق الأهرام أنا ساكن هنا بقالي 8 سنين. المشاكل بتاعتنا من 8 سنين لغاية دلوقتي زي ما هي، ما اتحلش منها حاجة. يمكن بس المية اللي اتحسنت شوية، لكن بنعاني. نمرة 1 من انعدام الأمن، نمرة 2 بلطجة تكاتك. المخالفات مش هنتكلم عليها دي، لأن دي الحي براحته يعمل اللي هو عايزه بقى، يجي يهد حاجة تاني يوم تطلع تاني بيسيبوها، دي اللي هم عايزينه بيعملوه، مالناش فيه دون. احنا اللي يهمنا المنطقه بتاعتنا عايزينها تبقى حلوه. زي ما حضرتك شايف ورايا دي منطقه كان سياده المحافظ السابق دكتور علي عبد الرحمن قال عليها كومباوند. هو الكومباوند ممكن يبقى فيه زباله كده. لما سالناهم على موضوع الزباله وقعدنا عملنا اجتماع مع سياده المحافظ السابق وقمنا منه، لان لقيناهم في النهايه بيرموا لبعض المهام، المحافظه ترمي على الجمعيه والجمعيه بترمي على المحافظه. مشكله المباني والمخالفات، هو من 18 سنه ما كانش فيه مخالفات خالص، وكان كنت بتسيبي 60% من مساحه الارض وتبني على 40، وبعد كده بقيت بتسيبي 40 وتبني على 60. دلوقتي حضرتك انت ما بتسيبيش متر، ممكن حضرتك تصوري وتشوفي هنا المباني اصلا عامله ازاي وكميه المخالفات. حضرتك دلوقتي بتطلع 7 و8 ادوار، المفروض ان هي 4 ادوار متكرر بس. فحضرتك دي اصلا حمل على البنيه التحتيه، وحمل على الميه، وحمل على المرافق، وحمل على الكهرباء. فحضرتك بقى في الدور الاول كان في الدور شقتين 2، دلوقتي وصلت ان في الدور 10 شقق. الدور الواحد موجود فيه 10 شقق. هي مفروض ان الامن والاناره داخل المدينه تبع الجمعيه مش تبع المحافظه. المحافظه بتقول ان لغايه السور هي مسؤوليه المحافظه بره سور الهضبه، والجمعيه جوه. اي مشكله بتحصل هنا يعني بتستنجدوا بمين طالما مفيش الشرطه؟ عقبال حضرتك ما تيجي الشرطه بقى تكون الدنيا باظت. مشاكل كتيره جدا. المنطقه رائعه وجميله جدا بس مشاكلها كتير. المشاكل اللي فيها انا بعتبرها من وجهه نظري اولها الامن كل يوم بنصحى الصبح على عربيات مسروقه، سيدات مخطوف منهم شنطهم، اولاد مخطوفين، مشاكل امنيه غير طبيعيه. ما عندناش عربيات دوريه جوه الحدائق ولا امن ولا حد بيلف ولا اي حاجه. احنا بنامن نفسنا بنفسنا. احنا من المغرب ما فيش واحده فينا تقدر تنزل تمشي في الشارع زي اي مكان، لازم يكون بعربياتنا ومعانا اجوازنا او حد. طب افرض حد ملوش اي حد تاني. طيب البوابات مفتوحه على مصراعيها الداخل والخارج. فاحنا مشكلتنا الاولى الامن. النقطه الثانيه الكهرباء. اولا عندنا في ناس كتيره مش مركبه عدادات، وقالوا هيركبوا عدادات كوديه، ولغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه حصلت. الاهم بقى نسبه سرقات التيار الكهربائي كتيره علشان خاطر في ادوار مخالفه كتير عندنا، فطبعا بتضطر وما فيش عدادات كوديه فبتضطر ان هم يسحبوا كهرباء.
الحاجه الثالثه بقى اللي احنا نقدر نتكلم فيها كمان القمامه. القمامه الدوله بتحصل 9 جنيه او كهرباء، او بيحصلوا 9 جنيه على وصل الكهرباء، وما فيش حد بيعدي ياخد القمامه، ولذلك هتلاقي في كل قطعه الناس بترمي الزباله بشكل غير طبيعي. طبعا دي كلها امراض وقرف، مع ان المنطقه عاليه جدا، بس طبعا السلبيات اللي فيها كتيره جدا. احنا عندنا مشاكل كتير قوي هنا في الحدائق، الزباله، ما عندناش امن، الميه، الكهرباء تقريبا عندنا حرائق في المحولات بتاعه الكهرباء بصوره مستمره. المشاكل اللي عندنا في الحدائق هنا احنا بنعاني منها بقالنا تقريبا 4 سنين. اشتكينا في حتت كتير جدا، محدش تجاوب معانا. بدأنا نحاول ننزل احنا بنفسينا اليومين اللي فاتوا، وبس ان احنا نحاول ننظف نعمل حاجة، لكن الامكانيات مهما تكون مش هتكون زي اي حاجة تانية. احنا قابلنا المسؤولين، قابلنا محافظ الجيزة، توجهنا بشكاوي السنة اللي فاتت وصلت عددها 1000 وشوية لرئيس مجلس الوزراء. رئيس الحي اللي موجود معانا حاليا احنا كنا اشتكينا له، هو عارف المشاكل بتاعتنا، لكن كل مره نلاقي الحاجه بتتعلق على شماعه الامكانيات. امكانيات ان هو ما يقدرش ينظف، امكانيات ان هو ما فيش عربيات، امكانيات ان ما فيش حاجه. حي زي حالتنا ده 1500 فدان، اتنشأ له قطاع اسمه قطاع حدائق الاهرام، ما اتنشألوش حي اسمه حي حدائق الاهرام. ما فيهوش اي حاجه، عماله عاديه، ما فيهوش عربيات، ما فيش حد ينظف لنا. تابعنا معاكم مشاكل سكان مدينة حدائق الأهرام بالجيزة، ولسه هنتواصل ونحل المشكلات مع المسؤولين. كانت معكم ريهام الشيخ لبرنامج الثانية زهرة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. يعني معروف ان منطقه حدائق الاهرام تتبع حي الهرم، ونسعد ان يكون معنا